تخيل إن أقرب حليف ليك هو نفسه اللي هيطعنك في ظهرك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب طيبة، أعظم مدن الجنوب، كان بيعيش كاهن آمون الأكبر، راجل كل الناس بتقدسه وبتشوف فيه حامي حمى الديانة والوطن. لكن تحت قناع التقوى ده كان فيه طمع أسود ملوش أي حدود. الكاهن كان شايف كنوز طيبة اللي ما بتتعدش وحس إنها من حقه هو وبس. وفي نفس الوقت في الشمال البعيد كان فيه ملك قوي بيحلم بغزو الجنوب، ملك عارف كويس إن طيبة حصن منيع صعب أي جيش يقتحمه. وهنا الشيطان لعب في عقل الكاهن الأكبر بفكرة خيانة هتغير التاريخ. بعت رسالة سرية لملك الشمال وعرض عليه صفقة من نار. قال له أنا هفتح لك أبواب طيبة بنفسي وهضمن لك غزو سهل بدون مقاومة. في المقابل أنا عايز السيطرة الكاملة على كل كنوز المعبد والمدينة. ملك الشمال ما صدقش نفسه، دي كانت فرصة عمره اللي مش هتتكرر. وبدأت الخطة الشيطانية تترسم في السر بعيد عن عيون الكل. الكهن بدأ يضعف دفاعات المدينة بحجة الصيانة والترميمات الدينية، وبدأ ينشر إشاعات عن غضب الآلهة عشان يشتت انتباه الناس والجنود. كان كل شيء ماشي زي ما هو مخطط له بالظبط، لكن زي ما بيقولوا للحيطان ودان. واحد من الكهنة الصغيرين سمع بالصدفة همس بين الكاهن الأكبر ورسول الشمال.